السلام عليكم اخواني الجزارين. اليوم غادي نهضر معكم على واحد الموضوع اللي بزاف من الجزارين ما كيعطيوهش الاهميه الكبيره، ولكن راه هو الاساس ديال الحرفه، وهو ليجيان او النظافه المهنيه. بزاف من الناس كيشوفوني كنهضر على النظافه في الفيديوهات ديالي كيقولوا علاش كتركز بزاف على هذا الموضوع، والجواب بسيط: لان النظافه اليوم ولات معيار ديال الاحتراف، واللي كيتعلمها وكيطبقها راه كيولي مطلوب اكثر، سواء في المجازر الكبرى ولا في السوبر مارشيات ولا في المعامل ديال تصنيع الاغذيه. اولا، شنو هما الليجيان؟ كلمه ايجيان جايه من كلمه يونانيه قديمه وهي ايجيا بمعنى الصحه والنظافه. في العالم ديال الجزاره الليجيان ماشي غير نغسل يدي، ولكن هي نظام كامل كيهتم بكل التفاصيل اللي كتضمن ان اللحم يبقى صحي ونظيف وما يتلوثش. يعني من النظافه الشخصيه ديالك حتى نظافه الادوات، نظافه الاسطح، اللباس المهني، وسائل النقل، وحتى طريقه التعامل مع الزبناء. الهدف من الليجيان هو واحد: منع انتقال الميكروبات، البكتيريا والطفيليات من الانسان او من الادوات الى اللحم. اول حاجه في الليجيان كتبدا من الجزار نفسه. قبل ما تمسك السكين خاصك تكون نظيف، لابس لباس مهني نظيف، وتغسل يدك بطريقه صحيحه. يعني قبل الخدمه خاصك تغسل يدك بالماء والصابون، وبالطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. يعني كتحك يدك مزيان كاع الا كانت شي طويه في يدك ولا جنابات ديال الاظافر ولا اي حاجه كتغسلها وكتفرط مزيان كيف ما كتشوفوا انايا. بحكم انني كنسلخ بيدي اليمين كتوصل حتى للكوع، فراه خاصني نغسلهم بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا بالماء والصابون، وتنشفهم بمنديل نظيف. يعني ملي كنقولوا منديل كيكون منديل ديال الكاغيط، ماشي داك الطورشو اللي كتشوفوا عند الجزار كيكون بيض تيولي قهوي بلوسخ. من بعد ما تلمس اللحم او الامعاء كتعاود تغسل يديك. يعني كل حركه درتيها سلختي كتعاود تغسل يدك، غسلتي الامعاء كتعاود تغسل يدك، جيتي تفصل خصك تغسل يدك. وهذه هي الليجيان. الاظافر خاصها تكون مقصوصه وما يكونوش فيهم الوسخ. الشعر واللحيه يكونوا منظمين، ويفضل تلبس كاسكيت او توب فوق الراس. الجرح او الخدش ما خصوش يكون عريان، خصو يكون مغطي بباندا قبل الخدمه باش ما يتنقلوش الميكروبات، لانك انت اول خط دفاع على النظافه، واي اهمال صغير منك ممكن يتسبب في تلوث خطير في اللحم. ودابا كننتقلوا من نظافه الشخص الى نظافه الادوات ومكان العمل. يعني السكاكين، الطاوله، وحتى المجاري. حتى المجاري، كل شيء هذا الشيء داخل في مفهوم الليجيان. الادوات خاصها تغسل بعد كل ذبيحه وتطهر قبل ما تبدا تخدم من جديد. الماء خاصو يكون صالح للشرب وما يكونش متسخ. الارضيه ديال المكان خاصها تكون نظيفه وغير زلقه وسهله التنظيف. اي بقايا ديال الدم، الشحمه او الصوف خاصها تنقى في الحين، ماشي نخليوها حتى نكملوا الخدمه. ضروري تعرف ان الميكروب ما كيتشافش بالعين، ولكن يقدر يتكاثر بسرعه كبيره، خصوصا في الحراره. يعني غير شويه ديال الاهمال يقدر يخرب اللحم كامل. واحد المفهوم مهم بزاف في الليجيان وهو لا كونطاميناسيون كروازي او التلوث المتقاطع. كيعني ملي تنتقل الميكروبات من حاجه مسخه لحاجه نظيفه. مثلا خدمتي بالسكين في الامعاء ومن بعد قطعتي بها اللحم بلا ما تغسلها، او درتي اللحم فوق سطح ما نظفتيهش مزيان. هادشي راه كيسبب تلوث مباشر في اللحم وكيأثر على صحة الزبناء. والحل بسيط: غسل الأدوات قبل كل استعمال، الفصل بين مراحل الذبح، السلخ والتنظيف، واستعمال أدوات مخصصة لكل مرحلة.
دابا كنتقلوا للنظافة المهنية واللي كتساوي القيمة المضافة. اليوم في السوق الجزار اللي كيعتمد على النظافة والانضباط وكيحترم معايير الليجيان راه كيشوفوه الناس محترف. والمشغلين في فرنسا او لا في اوروبا او لا في كندا ولا في امريكا ولا في اي بلاد متقدمه كيعطيوه قيمه كبيره، لانهم كيعرفوا انه غادي يخدم بطريقه تحترم صحه المستهلك. يعني ببساطه اللي كيتعلم الليجيان كيزيد الفرصه ديالو في الخدمه، سواء في المجازر الحديثه او في محلات التقطيع او في المعامل الصناعيه. النظافه اليوم ما بقاتش اختيار، ولات قانون. ودابا غادي نختم معاكم بهذه الفكره. الجزار المحترف ماشي اللي كيذبح مزيان فقط، ولكن اللي كيعرف يحمي صحه الناس. وانا الهدف ديالي من هذه السلسله ديال الدروس هو باش نرفعوا من المستوى ديال الحرفه ديالنا ونعطيو صوره جديده على الجزار المغربي الواعي والمثقف. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على نظام الهاش ACCP وشنو العلاقه ديالو بالليجيان وكيفاش يقدر اي جزار يطبقوه في خدمته اليوميه. خليو لي التعليقات ديالكم وبارطاجيو الفيديو باش توصل الفكره لكل جزار باغي يطور من راسو. والسلام عليكم.